بإذن الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع دروس علامات الساعة الكبرى. كنا تكلمنا أول درس عن المسيح الدجال، هذه الفتنة التي لا يكون على وجه الأرض ولم يكن قبلها ولن يكن بعدها فتنة مثل فتنة المسيح الدجال. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا. بعد المسيح الدجال من يأتي؟ العلامة الثانية هي نزول عيسى بن مريم عليه السلام، أو المسيح ابن مريم. سمي المسيح لأنه دار كل أرض عيسى بن مريم، كان هاربا من اليهود القوم الظالمين هذو. نسأل الله تعالى أن يبيدهم على مكرة أبيهم. وظنوا أنهم قتلوه كما قال الله عز وجل، وما قتلوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. عيسى بن مريم ينزل من السماء. النبي عليه الصلاة والسلام حديث عشر العلامات الساعة بصحيح مسلم قال: ونزول عيسى بن مريم. نزول يعني عيسى بن مريم لم يمت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لم يمت عيسى بن مريم، إنما رفعه الله تعالى إليه وهو في السماء الدنيا، في السماء الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج قال: وأسري بي إلى السماء الثانية فوجدت عيسى ويحيى وهما ابن الخالة. يحيى ابن زكريا عليه السلام، وهما ابن الخالة. عيسى عليه السلام ينزل من السماء الثانية إذا أذن الله عز وجل وأمره بالنزول. هو حي يرزق لم يموت، لأن اليهود كانوا يريدون قتل عيسى بن مريم، كما روى النبي عليه الصلاة والسلام أنه تخبأ في بيت في منزل ومعه الحواريون، فجاء اليهود وعلموا أنه في هذا المنزل، فأرادوا أن يداهموا المنزل، يعني يدخلوا عليه ويقتلون. فقال عيسى بن مريم لمن معه: قال: من يلقى عليه شبهي فيقتل وهو معي في الجنة. فقام أصغرهم قال: أنا يا روح الله. فسكت عيسى بن مريم، إنه هذا كان أصغرهم، كان يريد إنسان كبير. فأعاد قال: من يلقى عليه شبهي فيقتل وهو معي في الجنة. فقام هذا الشاب الصغير للمرة الثانية، ثم أعاد عيسى عليه السلام في المرة الثالثة فقام هذا الشخص نفسه، فقال: أنت. فألقي عليه شبه عيسى بن مريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أخذت عيسى بن مريم نوما، يعني نام، وفتحت فتحة في سقف البيت ورفعه الله إليه ورفع. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم أحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك. وهنا متوفيك لا يقصد بها أنك تموت الوفاة، لا، إنما يطلق على النوم الوفاة. النوم يطلق عليه الوفاة، كما في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيقبض التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس متى؟ حين نومها، حين موتها، والتي لم تمت في منامها. فرفعه الله عز وجل وبقي حيا عيسى بن مريم عليه السلام. الله عز وجل لما رفع النبي في الإسراء والمعراج رأى عيسى بن مريم في السماء الثانية وسلم عليه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال: وعيسى بن مريم صحابي ونبي. صحابي ونبي، هذه معلومة هزوها. يقول لك واحد: من هو الرجل الذي كان نبي وصحابي؟ يقول له: عيسى بن مريم. على صحابي؟ لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه. وأهل السنة عندهم كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به فهو صحابي.
ينبغي رؤيته مباشرة، أنه ليس يكفي أنه يسمع به، لا، ينبغي أن يراه، يرى النبي عليه الصلاة والسلام بأم عينه ويؤمن به. هذا هو الصحابي. عيسى بن مريم رأى النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الإمام الذهبي: عيسى بن مريم صحابي ونبي، وهو آخر صحابي يموت. آخر صحابي يموت هو عيسى بن مريم، لأنه عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نزل عيسى بن مريم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هذه 3 أمور: يكسر الصليب، الذين يزعم النصارى أنهم الآن يعبدون الصليب، ويزعمون أن هذا الصليب هو الذي صلب عليه عيسى بن مريم، لأن اليهود ماذا فعلوا؟ اليهود لما قتلوا هذا الذي ألقي عليه شبه عيسى بن مريم صلبوه، يعني جعلوا له هذا الصليب وصلبوه وسمروه بيديه وتركوه الناس تنظر أيام والناس تنظر. فالنصارى يزعمون أنهم حزنوا على عيسى بن مريم، فيجعلون هذا الصليب يقدسونه، هذا الذي صلب عليه عيسى بن مريم. فعيسى بن مريم إذا نزل يكسر هذا الصليب، يكذبه ويقول هذا كذب وافتراء، ويقتل الخنزير، لأنهم هم يأكلون الخنزير والعياذ بالله. الخنزير محرم في ديننا، محرم في شريعة الإسلام، محرم في ملة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، محرم. هم يأكلون الخنزير، فيذبحه عيسى بن مريم ويقتله. قال عليه الصلاة والسلام: يضع الجزية. ما معنى يضع الجزية؟ نحن المسلمون إذا كان الجهاد وكانت الفتوحات الإسلامية وفتحنا مدينة مثلا، مدينة كانت كافرة نصرانية، فالذين لا يدخلون في دين الإسلام هذو يدفعون الجزية، يخلصوا يدفعون الجزية حتى يعيشوا في وسط المسلمين، شرط. ومن لم يدفع الجزية يقتل أو ينفى من الأرض. فعيسى بن مريم إذا نزل عليه السلام يضع الجزية، أي يرفضها، يبقى القتال وفقط، يبقى الحرب بين المسلمين والكفار، لا تكون جزية، يضع الجزية. قال عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وصفه في حديث صحيح مسلم، قال: هو 4 من الرجال، أي مربوع، ليس بالطويل وليس بالقصير. قال: أحمر آدم، يعني لون وجهه يميل إلى السمرة النقية الصافية. أحمر آدم يعني حمرة، كما نقولوا احنا بالعامية وجهه منور. قال: سبط الشعر، أي شعره مسترسل، احنا بالعامية رطب كثير شعره. عريض الصدر، أجعد، أي مملوء باللحم، مش نحيف، مملوء باللحم. عريض الصدر، له لمة. ما هي اللمة؟ هي الشعر الذي يصل إلى الكتفين عند الأذنين، هذا هو شعره. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل على جناحي ملكان، إذا طأطأ تقطر شعره. قال: إذا طأطأ رأسه وكأن شعره يسيل وكأنه خرج من الحمام، وإذا رفع شعره فإن عليه جمة كاللؤلؤ والزبرجد. قال: وكأنه خرج من الحمام. قالوا العلماء: لنظافته وطهره وأناقته عليه السلام. هذا عيسى بن مريم، هذا